مشاهدينا في كل مكان، رجعنا مع حضراتكم من جديد ولقائنا الحواري اللي بيسعدنا ويشرفنا النهارده يكون معانا ضيف كريم فيه الاستاذ الدكتور وسام البنا، استاذ تدريب الهوكي كليه علوم الرياضه جامعه بني سويف، عضو لجنه المدربين بالاتحاد المصري للهوكي، وحكمنا ومعلقنا ولاعب مصر في مختلف البطولات للهوكي في الفترات الماضيه. دكتور اهلا بحضرتك معانا، مشرفنا ومنورنا، واضافه لينا النهارده ولبرنامجنا وجود حضرتك معانا. اهلا بحضرتك دكتوره ايمان، اهلا بحضرتك. أنا بس قبل ما هبدأ، يعني لو المشاهدين يسمحوا لنا في موضوعنا وحديثنا عن الهوكي، أنا لفت نظري في التايتل بتاع حضرتك أستاذ تدريب الهوكي عادي، لكن كلية علوم الرياضة. كلية علوم الرياضة، هل كليات التربية الرياضية تم تغيير مسماها ولا ده مسمى جديد خاص بالكلية عند حضرتك؟ نوضح بس النقطة دي للسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية كل عام والأمة وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية والعربية بخير ويمن وبركات، بمناسبة طبعا شهر رمضان الكريم وفي العشر الأواخر يعني. وطبعا أعياد عيد الأم يعني صحيح. أمهاتنا كلنا وأخواتنا وبناتنا كلهم كل سنة وهم طيبين. وقرب طبعا عيد الفطر المبارك، كل سنة وشعب مصر طيب وإدارة القناة بصحة وسعادة دايما. وكل الشكر والتقدير طبعا لإدارة القناة وبفريقها كله بالإعداد بطاقم القناة اللي طبعا سمحوا ليا وأتاحوا ليا الفرصة إن أنا أكون. ده بيت حضرتك يا دكتور، أنت زميل لينا كمان ومعلق معانا زميل، يعني بنستفيد دايما من خبرات حضرتك يعني. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتوره ايمان، ده انا اللي بستفيد من حضراتكم. قناه النيل للرياضه هي المنبر الاعلامي الاول في الرياضه المصريه من وجهه نظري الشخصيه يعني. فانا سعيد ايما سعاده بوجودي معاكم النهارده. في البدايه طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، كليات علوم الرياضه هو طبعا المسمى ده تغير حديثا. لائحه كليات التربيه الرياضيه كان قديما مسماها التربيه الرياضيه فيزيكال اديوكيشن، لكن تم تغيير المسمى ليكون علوم الرياضه سبورتس ساينسز. ده في كل الكليات، في كل جامعات مصر. على مستوى جامعات مصر تغير هذا المسمى، لان هو كان ده طبعا كان الفكر الكونسبت ليه غيروا المسمى لهذا الموضوع يعني. لان هو في التربيه الرياضيه كان مقتصره على علم التربيه فقط، يعني العلوم التربويه هي لكن لما لكن التربيه الرياضيه يعني كنت حضرتك بتحدث مع حضرتك قبل اللقاء على الهواء، حضرتك بتقولي كل دكتور يعني انا عشان انا استاذ تدريب الهوكي فقلت لي كل دكتور ليه مدى، فقلت لحضرتك بس يعني برضه لينا ان احنا العاب المضرب بندرسها وكده. ففي علوم كتيره جدا في كليات التربيه الرياضيه. في علم الفسيولوجي طبعا، في علم التشريح، في علم الإدارة علم الإدارة، في علم النفس الرياضي، في علم التربوي بقى اللي هو قسم المناهج وطرق التدريس. تمام. فلجنة قطاع التربية الرياضية هي اللي أصرت على ان طبعا يبقى المسمى ده علوم الرياضة. ان احنا كرياضة كعلم احنا مرتبطين بجميع العلوم الأخرى وبنأثر فيها وبتؤثر فينا. صحيح. يعني الرياضة بتؤثر في التربية، بنربي عن طريق الرياضة النواحي الفسيولوجية والبدنية للإنسان بتبقى عن طريق الرياضة. بننمي الإنسان عن طريق ممارسة الرياضة، بننميه بدنيا وعقليا وذهنيا. نفسيا بننمي الإنسان برضو عن طريق ممارسة الرياضة، لأن علم النفس مرتبط ارتباط وثيق جدا. صحيح. في النواحي الرياضية. طبعا. يعني الضغوط اللي بتيجي على الإنسان في الحياة اليومية، ضغوط العمل أو ضغوط البيت أو ضغوط الأسرة أو ما إلى ذلك، لما بنمارس نشاط رياضي لمدة ولو المشي مثلا لمدة نص ساعة يوميا، ده بيرفز هرمون الاندورفين من المخ. ده مسؤول عن الاستمتاع الانجوينج والسعادة الهابينس. فيبقى الضغوط بتزال عن طريق ممارسة النشاط الرياضي البسيط الهادف. ما بالك بقى ده المشي، ما بالك بقى لو احنا لعبنا رياضة زي رياضة الهوكي، رياضة التنس.